انا شايف ان الموضوع رايح لمنطقه البجاحه. نادي الزمالك مش معترف ان زيزو اصلا له فلوس، وعمال يطلق عليه لقب الجعان، سواء هو او بعض الجماهير اللي مش فاهمين، اللي بيضحك عليهم. وبيقولوا ان زيزو اصلا بينصب على الزمالك وعايز ياخد فلوسه مرتين. فيطلع بعض نجوم الزمالك القدامى المحترمين، هنا بقى حته المحترمين، يقول لك ايه، عادي خليك منتمي يا اخي، ده انت اكلت معانا عيش وملح، سيب فلوسك. ده فلوس الراجل، ده حقه، هما 2 جنيه الا ربع. ثم الموضوع مش كده خالص. ازاي الزمالك مش معترف بالفلوس وعايزينه يتنازل عن الفلوس؟ الا اذا كنتم متاكدين ومزقوقين ان هو له فلوس وان هو هيتحكم له، ومش عايزين فضايح عشان ما يطلعش شكل اداره نادي الزمالك ان هو بيضحك على جماهيره، وان زيزو مش نصاب، زيزو مش جعان، وبالتالي اللقبين الاخرانيين دول هيرجعوا على اداره نادي الزمالك. فبلاش بجاحه، الراجل له فلوسه وصبر عليها ايام وشهور وسنين، واخر المعامله ما كانتش حلوه، وصلت لمرحله الطين. فبلاش بجاحه، سواء من الزملكاويه المحترمين او المدلسين. اخرسوا، اسكتوا، اتلموا، في قضاء، في تحقيقات. انا عارف ان انتوا مش هتعترفوا بالحاجات دي كلها غير لما تكون في صالحكم، تدليس يعني. ولكن دلوقتي بقينا عارفين مين الجعان ومين النصاب، واضحه.